السلام عليكم بنات، صلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله الفيديو تاعي هدي تلقاكم بخير وعلى خير، تلقاكم مهنيين يا ربي. الموديل تاع اليوم حلو في لبسته وخفيف وسامبل بترتين وربعة قماش. شوفوا نحكم القماش تاعي نحي منه 50 سنتيم للذراعين. طبعا نقصوا 50 سنتيم نحيها على جهه ونبداو نطبقوا القماش الباقي على 4 باش نفصلوا القندورات تاعنا. هاوليك بنات نحيت 50 سنتيم نطبقها على جهه نخليها ونروح للقماش تاعي نسقمه. شوفوا بنات نحيلو الزيادات هذيك والاعوجاج ونبدا ندير 4 اصابع على 4 اصابع او 8 على 8 هكذا. نروح ندير 21 سنتيم عرض الكتف كامل، يعني بالرقبه بالكتفين، ونهبط هنا 22 سنتيم، نهبط 22 سنتيم ونحط النقطه تاعي هايديك. نزول الكتف نهبط 3 سنتيم ونروح ندير دوران الصدر تاعي. كل وحده دير دوران الصدر تاعها. البنات كاين من تجيني اسئله باش يقولوا لي شحال نديروا حنا شحال نديروا. بنات كل وحده كاين لي الصدر تاعها عريض، كاين لي الصدر تاعها كاين من 25 ضعيفه، 25 27 28 كاين حتى ل 39. فهمتوني البنات؟ كل وحده ودوران الصدر تاعها. دوران الصدر على 4 تقسمي على 4 وتزيدي له 4. شوفوا بنات هاي اللي بدينا التفصيله تاعنا. نزلنا نزول الكتف تاعنا 3 سنتيم ونهبط حردة الابط تاعي اللي درتها نزول الصدر 22 وندير دوران، ندير 4 اصابع وندير دوران حردة الابط بعد ما ندخلش بزاف في التحريفه تاع الخصر، وننزل نزول الى غايه نهايه القماش تاعي. هاي لك بنات شوفوا. وبعد نفصل الصدر عن الخلف لانه الصدر فيه خدمه بزاف بزاف. الخلف نحوه في الجيب باش نبطنوه، والصدر تاعنا كيما راكم تشوفوا نكرونتي الوسط باش نبدا نخدم فيه. وننصح البنات اللي يقلقوا من الخياطه وما همش حابين يتعلموا داخلين هكذاك برك يهدروا بوغيان. يعني كاين بنات ساعات يدخلوا يعلقوا لي تعليقات ما عندها على اساس العرف. نقول لها ما ننصحكش بهذا الفيديو لانه فيديو طويل وفيه تفاصيل كثيره، تفاصيل دقيقه، يعني لازم تتبعيها باش يطلع لك الموديل مليح. واللي تحب تتعلم لازم تتبع التفاصيل وادق ادق ادق التفاصيل باش تجيها الموديل مليح. شوفوا بنات هنا بدينا نفصلوا في الذراع تاعي. ما نبقاش نعاود في القياسات لانه دائما كل فيديو نعاود قياس تاع الذراع باش يجيك تهبطي منها 15 سنتيم وديري دوران حردة الابط تاعك شحال درتيها تكيليها هنا وتنزلي. ها هي كيفاش تفصل الذراع تاعنا ساهل سامبل. هنا درتو 3 كاغ. شوفوا نزول 15 وندخل هكذايا بتحريفه قليله. ومن بعد من تحت كذلك الطول تاعو درتو 54 خاطش راح يجيني 3 كاغ. نعدل فقط الاعوجاج تاعي باش ما يجينيش الدراع معوج. ونكيل 16 الى من 15 حتى ل 17 سنتيم ما تزيديش، يعني اذا كانت لي المراه يدها معمره. هاي ليك الذراع تاعي كيفاش فصلتو. نكرونتي الوسط تاعي ننزل من حردة الابط نهبط حتى للذراع تاعي. شوفوا بنات الذراع كيفاش جا سامبل وسهل وما فيه حتى تعقيدات. هاي ليك بنات. شوفوا بنات كيفاش نديروا الصدر تاعنا. نحكم الفيزلين. واش ندير؟ نكيل منا، شوفوا نطبقوا على 2 ونكيل منا هكذا 8 سنتيم ومنا 5 سنتيم هاك. المهم ندير 8 سنتيم منا وندير منا ندير 17 سنتيم نزول الرقبه تاعي. نرسم الرقبه تاعي ومن بعد ندير منا لهنا 5 سنتيم ها 5 سنتيم 5 سنتيم وندور ندير دائره 5 سنتيم تاعي وندير دائره 5 سنتيم هكذا وندير الدائره هكذا. بنات هذا مفروغ منه. شوفوا دوكا نجي نقطع الفيزلين تاعي هكا. نقطع كذلك الرقبه تاعي هاك. نحرف منها هذه التحريفه شويه هكا باش تجي الرقبه تاعي كشغل دائريه.
نفتح. شوفوا كيفاش تجيني هادوما الزوج هكا. هادوما باش ندير بهم الرقبه تاعي هكذا بنات. ونحكم هذا. شوفوا قيس نحكم بالبنك. شوفوا بنات نحكم بالبنك باش ما يهرب لكمش الفيزلين تاعكم باش تجيكم مستويه. ها قيس 2 سنتيم او 1 سنتيم. شوفوا دوك نكيلها ونقول لكم ديري 2.5 سنتيم. هايليك 2.5 سنتيم. ها 2.5. نرسم الدائره تاعي. نوصل هذا 2 سنتيم كامل باش كي نقطعها بالمقص تجيني مستويه. شوفوا نحكم هذه من هكا. شوفوا بنات هاي لك الرقبه تاعي كيفاش تجي ويجوا فيها هادو لداخل خيطين هكا. نروح ندير لهم القماش نبطنهم في القماش. هذا اللي فضل لي. شفتوا بنات هذا القماش اللي فضل لي نديرو هكذا. شوفوا ندير هذه وحدها، ندير هذه هكا وحدها، وندير هادوما هكذا وحدهم هكذا وحدهم باش كل وحده هكذا نحددهم ونقطعهم باش نوريكم كيفاش نديروا الصدر تاعنا. شوفوا بنات هاوليك كيفاش بطلناه. هاوليك هذاك الفيزلين بطلناه وعاودنا قلبنا حددنا فقط من هنا بالحديد هكا. نحكم القندوره تاعي. شوفوا بنات هاوليك الصدر تاعي مقلبه الوجه للخلف. هاوليك دايره القفه تاعو لهنا مقابلني. ومن بعد نروح ندير هذا اللي حددناه بالفيزلين. هاوليك هذيك الساير ديالي نحيناه وحددناه بالفيزلين. شوفوا بنات كيفاش ندير. نحطو في الوسط، نحطو في الوسط سوا نحكم بليبانغ. نحكم بليبانغ. شوفوا بنات حطيت الوجه تاع القندوره لتحت والقفه تاعها الفوق، وحطيت هذا الوجه تاع هذا هكا باش من بعد كي نخيط نعاود نقلب هذا لبرا. شوفوا بنات هاوليك فقط البلاد تاعنا والله نخيط بالماشينه هنا هكذا. ومن بعد نروح نخيط هنا بالفيزلين هذا هكا مليح. نخيط اول حاجه هنا باش يثبت لي القماش فوق بعضه، ومن بعد نزيد نخيط هذا من هكذا هكذا بنات. نروح انا فوق الماشينه ونوريكم.
شوفوا بنات، هادو ما الطروف اللي درناهم تاع الصدر، هامليك بطنتهم كما شفتوا في الصوره، هامليك بطنتهم ومن بعد نلصقهم بالابره باش ندير لهم الكالون من الداخل ومن برا. ندير لهم الجهه هذه البرانيه كالون، ندير لهم الجهه الداخليه الكالون، ومن بعد نحاول اني نلصق هذاك الصدر اللي قلبته خيطته قلبته لبرا، ندير مع شوفوا ندير الكالون من الداخل ونحطه فوق هذيك الطرف، وزيد ندير لها من برا جهه الرقبه كذلك. شوفوا بنات، هنا نديت الصدر تاعي قلبته هذاك قلبته، وهذيك الكفه اللي قلبتها لبرا كرونتيتها خياطه رقيقه، ومن بعد دوكا راني تحت هذاك الصدر اللي درتو. شوفوا القماش شويه ما يخليكش تشوفي الموديل، ولكن واضحه تحت هذاك الصدر اللي خيطته بالفازلين وعاود قلبته، راني نحط في الكالون. هاوليك ندرج في الحاشيه تاع الكالون تحت منه يبانو غير هذوك الوريدات الصغيرين الخارجين. كي تكبري الفيديو ديري الزوم تشوفي كيفاش راني نخبي في الكالون تحت هذيك الرقبه اللي قلبتها. ان شاء الله فقط يكون واضح وتجربوه. شوفوا بنات، الصدر تاعي كملته، لصقت هذوك الاجزاء اللي بطنتهم، كنت بطنتهم معاكم شفتوهم في اللقطات اللي سبقوا، بطنتهم ودرت لهم الكالون من الداخل ومن برا. شوفوا كيفاش لصقتهم، ولصقتهم مع هذاك الصدر اللي كنت مبطن فيه دوكا. شوفوا بنات كيفاش جا الصدر حلو. ما حبيتش نطول عليكم بنات بزاف، لانه الفيديو لو كان تبعت التفاصيل تاع القندوره راهي تفوت نص ساعه فيديو. ولكن ننصح البنات اللي يقلقوا بزاف وما يحبوش الخياطه ما كلا يتبعوا الفيديو للاخر واللي تحب الخياطه تتبع للاخر وراح تستفاد موديل هايل هايل هايل. نقولكم جربوه، موديل هايل. شوفوا البنات الزراعه ثاني كيفاش درتو، طبقت للداخل وعاودت رجعت الكفه لبرا ودرت من الفوق ومن تحت الكالون تاعها. شوفوا كيفاش درتها، درت واحد الكفه صغيره هايله ما بين الكالون والكالون، جا المونش تاعها هايل وتخواكر. شوفوا هنا راح نلصق الكتفين تاع الذراع مع الكتف القندوره. شوفوا هنا كنت لصقت باش ما نطولش عليكم، لصقت الاكتاف مع بعضها من الخلف والامام، وهنا راح نلصق المونش تاعي او الذراع. شوفوا نكرونتي الوسط تاع الذراع تاعي باش يجيني الوسط مع وسط الكتف. هاوليك هنا هاوليك بنات، نحط وين كرونتيت القماش تاعي نحطه مع وسط الكتف ونحكم بالابره او بالبانج ونبدا نخيط الذراع تاعي باش ما يجينيش ذراع مايل او معوج. شوفوا هنا حردت الابط هاي ديك السوسوه جاتني على قد التفصيله. شوفوا هاي لك بنات، ما كان لا زايد لا ناقص. هكذا نبدا نلصق الذراع تاعي حتى الاخير ونشوفوا القندوره تاعنا كامله في المانكا. والله هي الصوره ما عطاتهاش، يعني المانكا ما عطاتهاش حقها والتصوير ما عطاهاش حقها. هي قندوره جات هايله وحلوه وحلوه في لبستها. نتمنى انكم تطبقوها البنات المبتدئات، جات هايله مونش تخواكر. ما تنسونيش بالدعاء في هاد العواشر، وما تنسونيش اللايك بنات، ونتمنى لكم مشاهده ممتعه، والى ملتقى جديد ان شاء الله وفيديو جديد. مع السلامه.